أن حركة الكرامة تسعى إلى التغيير الذي يحفظ ثوابت الأمة ويستجيب لمستجدات العصر ويحقق مصالح الأغلبية من شعبنا. ونحن نؤمن أن التغيير الواجب والملح لن يتم على طريقة جمال عبد الناصر بالضباط الأحرار ولا بالعنف المسلح كما حاولت بعض جماعات الإسلام السياسي، كما أن هذا التغيير يحتاج إلى قوة شعبية قادرة على الضغط الجاد على الحكومات من أجل إكراهها على الخضوع لمبدأ التداول السلمي للسلطة، وهذا لا يمكن أن يحققه طرف واحد في مصر ولا في الوطن العربي في وقت نظن فيه أن التغيير هو بيد الجماهير مش بإيد الحكام. احنا بنستهدف أن احنا على الصعيد الشعبي نستقطب أجيال الشباب الجديدة في مصر، لأن احنا نعتقد أنها مهمشة أداء دور في الحياة السياسية حتى الآن. أن اليأس الذي كان يبدو في 52 لا يقبل أن يهزمه أمل كاليأس الذي يبدو الآن وكأن لا أمل يستطيع هزيمته. ساعتها مين اللي كان يقول إن ممكن تتغير هذه الأوضاع؟ محدش. مين اللي كان يقول إن ممكن يبزغ الفجر من هذا الظلام؟ محدش. لكن اللي عاوز أذكر نفسي وإياكم به في هذه الليلة إن الظلام الحالي الذي يحيق بهذه الأمة ويحلق في ليلها سوف يتبدد كما تبدد ظلام نصف الثاني. نحن قادرون كما فعلها ثوار يوليو 52 وكانوا من الضباط الأحرار، وأظن أنه لن يحدث تغيير بعد ذلك في الأمة عن طريق مجموعة من الضباط ولا عن طريق تنظيم في الجيش ولا عن طريق تنظيم ثوري مختار من نخبة تعتقد أنها أكثر كفاءة من الشعب. التغيير الثوري القادم لن يتم بالضباط الأحرار وإنما بالمواطنين الأحرار بكل جماهير الشعب الحر. الآن في إدارة القرار في مصر، لو كان في قرار سياسي ذكي حصيف فيه الحد الأدنى من الاتساق ما بين الشعارات المرفوعة من الدولة وما بين الممارسة لكان سمح بهذه المظاهرات السلمية. مش ممكن أتكلم عن أن أنا أعدل الدستور من أجل تداول سلمي للسلطة بينما أنا لا أسمح بالحد الأدنى وهو حق التعبير السلمي عن الرأي في مظاهرة محددة المكان وربما العدد ومحددة الموضوع. حقيقة جيل الشباب في منتهى التوق والشوق إلى تغيير حقيقي، لكنه مش عاوز كلام، عايز تغيير جد، عاوز يشعر انه شريك في صناعة قراره في وطن، عاوز يشعر بانه طرف في اختيار حاكمه لا يفرض عليه. اذا نقطة الضعف فينا بالدرجة الاولى هي قدرتنا على الاحتشاد بالناس ومع الناس لانجاز برنامج التغيير. هذا امر ينبغي ان نضعه في الاعتبار. احنا امام نوع من التوق والشوق الشعبي لبديل عن هذا النظام الرسمي العربي الميت. إذا سدت أبواب الانتقال الآمن الديمقراطي للسلطة ولتداولها هنبقى احنا بندعو هذا الشعب للانفجار الاجتماعي وللعصيان المدني اللي هو الطريق المشروع لتغيير مثل هذه الأوضاع. نؤمن بأن التغيير القادم لن يصنعه حزب لا الكرامة ولا السواء ولا نخبة ماركسية أو ليبرالية أو إسلامية أو قومية ولا عصبة مسلحة بأي سلاح. لن يصنع التغيير إلا جموع الجماهير، إلا عبر طريق العصيان المدني الشامل، إلا عبر المقاومة المدنية السلمية. ولهذا أهم ما نتوجه إليه في المرحلة القادمة الناس. أهم علامات هنعطاها في الامتحان ستكون على قدر الناس اللي نقدر نرتبط بيهم ونحركهم بالمقاومة المدنية من أجل تغيير شامل لهذا النظام. أننا في لحظة نتقدم فيها داخل مصر من مشروع لمقاومة
مدنية سلمية جادة. من حسن حظنا أن الشعب أعطى إشارة الثقة في هذا الخط بامتناعه الجماعي عن المشاركة في الاستفتاء. هذه فاتحة خير في المقاومة من أجل الديمقراطية. الشعب الذي عصى سياسيا بالأمس القريب في 26 مارس مرشح لأن يقود عصيانا مدنيا يسقط نظام الحزب الاستبداد والتبعية الذي يحكم مصر رغم أنف المصريين. وأنا أعد أبنائنا بأن زمانهم سيكون أجمل، وأن أوانهم سيكون أفضل، وأن حكامهم سيكونوا تعبيرا عن إرادة شعبية حرة، وأن النظم التي يعيشون في ظلها ستكون نظم للحرية والعدل والكرامة. إن هذه الأمة قادرة على النصر وهي جديرة به. وباقي سيناريوهين أمام مصر، إما الانفجار العشوائي الذي سيطيح بالجميع، وإما المقاومة المدنية السلمية. وأعتقد أن المقاطعة شكل رئيسي في المقاومة المدنية السلمية مدام باب المنافسة الديمقراطية عبر صندوق انتخابات نزيه وعبر إشراف قضائي قد أغلقه الحزب الحاكم بهذه الرعونة التي أدار بها عملية ذبح الدستور. لأن احنا نغير ازاي في مصر يا أستاذ السيد دلوقتي؟ هل في تداول سلمي للسلطة؟ أنا بقول ما فيش، البلد دي ما فيهاش تداول سلمي للسلطة بالذات بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. هل هنستنى انفجار يطيح بالأخضر واليابس؟ ده أكثر حاجة قريبة، لكن ده خطر يا بس قبل ما تحصل يعني داهم على البلد. كان الناصريين القدامى اما بيشفوا تجربه جمال عبد الناصر، واحنا ضد شف التجارب واعاده انتاجها بظروف غيرها، يقول لك عبد الناصر غير ازاي بالضباط الاحرار طاح بالملك. انا بقول مصر مش محتاجه ضباط احرار، واحنا كناصريين غير مؤمنين بالتغيير عن طريق عدد محدود من الضباط في الجيش. اللي محتاجاه مصر الان مش الضباط الاحرار، المواطنين الاحرار. محتاجه التغيير عن طريق الاعتصام والتظاهر والاضراب السلمي اللي هي حقوق دستوريه مشروعه. لكن اذا اتقفل عندي الصندوق انفجر ولا اعمل مقاومه مدنيه سلميه وعصيان مدني؟ انا بقول نعمل عصيان مدني. ده طريق جايز لا يوافقنا ناصرين اخرين. الطريق العصيان المدني اللي هو الطريق الوحيد المفتوح امام شعبنا العربي للتغيير اتحفر فيه ممر عظيم جدا للمستقبل يوم 6 ابريل بجهدكم وبعطائكم. فلكم ان تفخروا بانفسكم زي ما مصر فخوره بيكم. انا عاوز استنهض فيكم شيء مهم. وصل الفقر في مصر الى درجه تؤذن بانفجار، وانفجار سيأخذ الاخضر واليابس، وانفجار هياخد الحكومه وهياخد المعارضه الاثنين. مع حركه شعبيه جامعه تتمكن من الانهاء السلمي بهذه الانظمه التي تحكمنا وتقيم سلطه ديمقراطيه عادله للشعب. حدد طريقه المقاومه المدنيه السلميه، العصيان المدني، التغيير باراده الجماهير في وقت نسدد فيه امام شعبنا إمكانية التداول السلمي للسلطة عبر صندوق نزيه للانتخابات. أنا بعمل أعظم شيء إيه بقى؟ أن أعارض أحمد عز وجمال مبارك والرئيس مبارك والحزب الوطني، دي مهمتي. أما هحكم البلد إن شاء الله يبقوا يحكموا عليا. لأنها بتعني إن القوى الأكثر اتساعا وأكثر احتياجا في مصر بتتحرك، بتخرج من السكون إلى الحركة، من الصمت إلى المطالب، من الشكوى إلى النضال. والجسر ما بين المطالب السياسية وأهمها الديمقراطية بمعناها الواسع وتعديلات الدستور، وما بين المطالب الاجتماعية واللي أساسها حقوق اقتصادية للمصريين، أعتقد هذا الجسر لم يتصل بعد ومش قادر يعبر الهوة أو الفجوة ما بين حركة المطالب السياسية وحركة المطالب الاجتماعية، لكنه وشيك.
التغيير عشان ما يستجهدش خالد سعيد جديد، التغيير عشان ما يتخذش الحاج عبد السميع الغلبان وحقكم ينضرب حتى الموت باسم الشرطة، التغيير عشان ما تنتهكش ثروتنا الوطنية، التغيير عشان البلد يستمتعوا بالمليارات والشعب المصري تحت التغيير عشان نصيب عادل لكل واحد فينا في الكرامة وفي السلطة وفي الثروة. تغيير لابد منه عشان يوقف التطوير. خالد سعيد الشهيد تدعونا اليوم الى التغيير. الشعب موجود، واحنا هنا، وبكره الشعب هيبقى حاضر بنفسه، مشاعره معانا لكن هيحضر بجسده. اخترنا اسرع الدين واخترناه يوم 21 سبتمبر عشان نقول ان تاريخنا المصري العظيم في النضال ضد الاستبداد موصول. احنا جايين النهارده نقول لجمال مبارك ولحسن مبارك ولكل طامع في السلطه لن نورث بعد اليوم. دي رساله النهارده في هذا الزمان والمكان. حق التظاهر السلمي حقنا، الدستور يكفله لنا وارادتنا قادره على انجازه، ولن نسمح بانه ينتزع منا بقبضه البطش الامني. حق التظاهر السلمي في الشارع لن يتمكن الامر، لن يتمكن قوات الامن ان تسلبوا منا بعصاها ولا بقمعها. الشارع لنا، الشارع لنا. وليه طبعا؟ أنا أتوقع أن البرلمان الشعبي إذا نجحنا فيما نديره من حوارات الآن لضمان تمثيل جاد لكل الأحزاب وحركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي والنقابات فيه، بالإضافة للنواب في أي دورة، وإذا قدر ينهض بمهمته هيكون صوت مهم للحركة الوطنية في مصر. البرلمان الشعبي عمره سيكون أطول من عمر هذا البرلمان الرسمي. وهذا البرلمان المصري الرسمي في اعتقادي عمره قصير، وهو أتى بكل هذا القدر من التزوير لإنجاز مهمة لا يزيد عمرها عن سنة تتعلق بالتحضير وتهيئة مسرح العمليات الانتخابات الرئاسية القادمة. وأظن أن أي رئيس قادم لمصر أول ما سيفعله عشان يبيض وشه قدام المصريين أن يحل هذا البرلمان. فإننا نسعى خلال المرحلة المقبلة لتحرك موازن لتوسيع تطبيق اللامركزية، مش برلمان موازي بقى وتصدق، خليهم يتسلوا. حمدين صباحي، واحد مننا، رئيسا لمصر.